صلى على النبي. بيبدأ الموسم الثاني من المسلسل بعد مرور سنتين من أحداث الموسم الأول، واللي قدرت فيه عصابة البيكي بليندرز إنها تسيطر على مدينة برينجهام بالكامل، وقدرت تخليها تحت سيطرتها تماما. وبتكون كل الأوضاع كويسة مع البيكي بليندرز، وبدأوا يوسعوا شغلهم ويكبر أكتر وأكتر، لحد ما في يوم فريدي جزء ده بيتوفى بسبب فيروس كان منتشر وقتها. وبنشوف توماس وأسرته وهم موجودين في جنازة فريدي، وبيحاولوا يواسوا إيده ويخففوا عنها. وبيروح توماس يتكلم مع أخته وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم وتجيب معاها ابنها بدل ما تعيش لوحدها في مدينة لندن، وكمان علشان هو ناوي يتوسع في شغله في لندن، وده ممكن يعرضها للخطر من العصابات اللي موجودة هناك. لكن إيدا بترفض تسيب بيتها وبتقرر تفضل في مدينة لندن، وبترفض عرض توماس وبتودعه وبتمشي. فمش بيرضى توماس يضغط عليها، وبيقرر يبعت مجموعة من رجالته وراها علشان يحموها من غير ما هي تعرف. وبعد الجنازة بيمشي توماس وبيروح للحانة بتاعت أخوه أرثر، وتعتبر دلوقتي الحانة دي تخص العصابة كلها. وهناك بيتفاجئوا في المكان لأن الحانة تم تفجيرها أثناء غيابهم ومحدش عارف مين الفاعل. وبيجي ضابط يسأل توماس لو هو شاكك في حد معين، ولكن توماس ما بيتهمش حد، وبيقوله ان التفجير ممكن يكون بسبب تسريب في الغاز، وبيخلي الضباط يمشوا. وفيما بعد بيعرف توماس ان عصابات لندن هم اللي ورا تفجير الحانة، وده بعد ما شهرة البيكي بليندرز سمعت هناك، والكل بقى يعرف عنهم وعن تجارتهم. وكمان علشان هم كانوا ناويين يتوسعوا في لندن ويبدأوا يشتغلوا فيها على كبير، والتفجير ده كان تحذير ليهم مش اكتر. ورغم كده ما بيتأثرش توماس نهائي، وبيعمل اجتماع عائلي علشان يتكلم مع أسرته. وهناك بيتكلم توماس معاهم وبيبلغهم باللي هو عرفه، وبيقول لهم ان في خلال الفترة دي هينقل معظم شغلهم في لندن حتى بعد التفجير والتحذير اللي حذروه ليهم. وبيقول لهم توماس لو في اي حد خايف من الحرب اللي هيدخلوها مع العصابات دي يقدر ينسحب دلوقتي. لكن طبعا محدش بيمشي وكلهم بيدعموه في قراره. فبيطلب منهم توماس يجهزوا نفسهم لانهم هيبدأوا شغل في لندن من تاني يوم، وكلهم بيستغربوا لكن محدش فيهم بيعترض برضه، وبيروحوا فعلا يجهزوا نفسهم. ولما بيمشي بتروح العمة بولي تتكلم مع توماس وبتسأل عن سبب استعجاله على شغلهم في لندن. فبيقول لها توماس ان هو بقاله فترة بيدرس اكبر عصابتين في لندن، واللي هما العصابة الايطالية والعصابة اليهودية، وعرف ان في مشاكل وخلافات كبيرة بين العصابتين، وبقالهم 6 شهور في معارك وحروب، وان الفترة دي هي احسن فترة ليهم علشان يدخلوا لندن. وبيعرفها خطته ويبدأوا يشتغلوا فيها، إنه هيساعد العصابة اليهودية في القضاء على العصابة الإيطالية، وبعد ما يقضوا على العصابة الإيطالية هم ياخدوا مكانهم في المدينة. وتاني يوم توماس بياخد إخواته وبيروحوا الكازينو بتاع العصابة الإيطالية، واللي زعيمها بيكون اسمه سابيني، وبيدخلوا للمكان وبيبدأوا يستفزوا مجموعة من أفراد العصابة الإيطالية لحد ما بتقوم خناقة ما بينهم وما بين توماس وإخواته، وبيقدروا يضربوا معظم أفراد العصابة الإيطالية، وبيقدروا يظبطوا وجودهم في لندن، وبيخوفوا منهم العصابات كلها من قبل حتى ما يبدأوا الشغل في لندن. وبعد ما الخناقة بتخلص بياخد توماس اخواته وبيمشوا من المكان ولا كأن في حاجة حصلت. ولما بيرجعوا للبيت بولي بتتخانق مع توماس على اللي هو عمله في الكازينو، علشان هو ما كانش معرفها ان هو هياخد اخواته ويروحوا يتخانقوا مع عصابة سابيني، وكمان هيتخانقوا في الكازينو بتاعهم. وبتقوله ان هي كانت فاكراه اذكى من كده، وكانت معتقده ان هو هيساعد العصابه اليهوديه من بعيد من غير ما يتدخل، وما كانتش متخيله ابدا ان هو ممكن يروح يعمل مشكله مع العصابه الايطاليه في قلب ارضهم. فبتقوله بولي انه بالشكل ده اعلن الحرب على العصابه الايطاليه، وسابيلي اكيد مش هيسكت على اللي حصل وبتسيبه وبتمشي. فبيتضايق توماس من كلام بولي وبيخرج يتمشى شويه ويشم هوا، لكن وهو بيتمشى بيتفاجئ بمجموعه اشخاص بيهجموا عليه، وبيبدأوا الأشخاص دول يضربوه بدون رحمة. فبيحاول توماس يدافع عن نفسه، ولكن عددهم بيكون كبير وبيقدروا يسيطروا عليه. وساعتها بيجي سابيني يتكلم مع توماس، وبيقول لتوماس إن الوضع في لندن مش زي أي مدينة تانية، وإن هو لو فاكر نفسه زعيم عصابة في مدينة برينجهام فهو في لندن دلوقتي، وفي لندن هو يعتبر مهرج ملوش لازمة. وبيأمر سابيني واحد من رجالته يخلص على توماس ويقتله، وبالفعل بيكونوا هيقتلوه ويخلصوا عليه، لكن في آخر لحظة بيتضرب عليه النار
النار، وساعتها سابيني بياخد رجالته وبيهرب، وحرفيا بيتكتب لتوماس عمر جديد بسبب الشخص اللي ضرب نار على سابيني ورجالته. والشخص اللي أنقذ توماس ده هو المفتش كامبل، وكامبل بيخلي رجالته ينقلوا توماس للمستشفى. وفي نفس الوقت ده في مجموعة من رجالة سابيني بيكونوا رايحين يخطفوا إيدا علشان يخلصوا عليها هي كمان، لكن رجالة توماس اللي كان باعتهم يراقبوا إيدا ويحموها بيدخلوا في الوقت المناسب وبيقدروا ينقذوها من رجالة سابيني. وتاني يوم بنشوف كامبل وهو رايح يزور توماس في المستشفى، وبيعرفوا كامبل ان هو كان بيراقبه وهو اللي انقذه من الموت، لكن توماس ما بيكونش ممتن ليه ولا بيكون طايقه من الاساس بسبب الماضي اللي كان بينهم. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان توماس عرف ان حبيبته جريس كانت بتخونه وكانت بتتقرب منه علشان تاخد منه معلومات، ورغم ان هو عرف حقيقتها لكن ما قدرش يقتلها لان هو كان بيحبها جدا وخلاها تمشي وتخرج من حياته وخلاص. ومن ساعتها وهو ما يعرفش عنها حاجة، لكن الموضوع بيكون مأثر في حياته وبيخليه مش قادر يثق في أي حد حواليه. وبنرجع تاني لكلام كامبل وتوماس، وبنشوف كامبل وهو بيتكلم مع توماس وبيقول له إن هو عايزه في مهمة رسمية، وبيهدده كامبل إن هو لو منفذش المهمة اللي هيقول له عليها هيخلص عليه فورا. وطبعا بيضطر توماس إن هو يوافق على المهمة، وهنعرف إيه هي المهمة دي بالتفصيل كمان شوية. وبيجي الليل وبيخرج توماس من المستشفى رغم حالته الصعبة، وبيروح ياخد واحد من رجالته وبيتحرك ناحية لندن. وبعدها بيوصل توماس للندن وبيروح يقابل زعيم العصابة اليهودية واللي بيكون اسمه ألفي، وده علشان يبقوا حلفاء ويواجهوا سابيني وعصابته مع بعض. وبيقعد توماس مع ألفي وبيكون ألفي مستغرب ازاي توماس لسه عايش، وبيسأله مين اللي أنقذ حياته من سابيني ورجالته، فبيوضح له توماس إن الشرطة هي اللي أنقذته منهم لأن هو بيدفع فلوس كتير للشرطة ويعتبر هو اللي بيتحكم فيهم. وبيبدأ توماس يعرض عليه إن هو يتحالف معاه لمواجهة العصابة الإيطالية والقضاء عليها، لكن ألفي بيقول له إن هو مجهز نفسه ومجهز عصابته ومش محتاج لأي حلفاء، خصوصا إن هو سمع إن البيكي بليندرز غدارين وملهمش أمان. فبيحاول توماس يقنعه بالعكس، وبيبدأ يعرض عليه عروض مغرية جدا علشان يخليه يغير رأيه، زي ان هو يبعت له 100 واحد من رجالته يأمنوهم يأمنوا المصانع بتاعتهم، وكمان هيخلي الضباط اللي في المنطقة ما يجوش جنبه وما يضايقوهوش هو وعصابته. وفعلا بيعجب ألفي بالحاجات اللي توماس هيوفرها له وبيغير رأيه وبيوافق ان هم يبقوا حلفاء. وبكده يكون توماس عمل اللي في دماغه وقدر يدخل للندن بشكل رسمي وبيبدأ شغل فيها وهو وعصابته. وبعدها بيروح توماس يتكلم مع أخته إيدا بعد ما عرف من رجالته اللي حصل لها، وبيقول لها توماس إن هو حذرها وقال لها قبل كده إن هي هتبقى في خطر ولازم تيجي تعيش معاهم، وإن هي شافت بعينيها الخطر اللي هي فيه وإنها كانت ممكن تموت في الليلة دي، وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم للمرة التانية علشان هو مش ضامن إيه اللي هيحصل لها المرة الجاية. لكن إيدا بتفضل برضه مصممة على موقفها وبتفضل ان هي ما تسيبش لندن، فبيعرض عليها توماس ان هي تيجي تعيش معاه في لندن وهتعيش معاه في الفيلا بتاعته. وبيقول لها توماس ان هي بالشكل ده هتقدر تفضل موجودة في لندن زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت رجالته هيبقوا معاه علشان يأمنوها ويأمنوا الفيلا. وفي الأول بتكون إيدا رافضة الفكرة، لكن في النهاية بتغير رأيها وبتوافق وبتاخد منه مفاتيح الفيلا. وبعدها بيروح توماس يحتفل بعيد ميلاد بولي هو والأسرة كلها، وبيكونوا كلهم محضرين هدية لبولي، والهدية دي عبارة عن فيلا فخمة جدا اشتروها وكتبوها باسمها، وبيقعدوا يحتفلوا مع بعض وبولي بتكون في قمة الفرحة بالهدية. وبعد عيد الميلاد بيقعد توماس يتكلم مع بولي على انفراد، ومن الكلام بنعرف ان بولي زمان كانت مدمنة وحالتها النفسية والعقلية ما كانوش كويسين، وساعتها كان عندها ولد وبنت صغيرين، لكن للأسف الحكومة خدتهم منها بسبب إنها كانت مدمنة ونقلوا أولادها لدار أيتام، ومن وقتها وهي ما تعرفش عنهم أي حاجة وما تعرفش إيه اللي حصل لهم بعد كده، لكن هي بتتمنى تشوفهم مرة تانية. والمفاجأة إن توماس أمر رجالته يدوروا ورا دار الأيتام دي ويعرفوا إيه اللي حصل لأولادها، وبيطمنها توماس إنه قريب جدا هتسمع خبر حلو عن أولادها وهتشوفهم تاني. وبتكون بولي طايرة من الفرحة والفرحة مش سايعاها، وبالفعل بعد كام يوم بيعرف توماس مكان ابن بولي وبيكون اسمه مايكل. وبيعرف توماس كمان ان للأسف بنت بولي اتوفت ومايكل بس هو اللي عايش، وبيكون مايكل عايش مع أسرة اتبنته من وهو صغير. فبيروح توماس لبيت الأسرة دي علشان يقابل مايكل، وبيقابل أم مايكل بالتبني، وأول ما بتعرف ان توماس من أسرة مايكل الحقيقية بترفض تتكلم معاه
وبتكون عايزة تطرده بأي شكل، لأن هو يعتبر جاي ياخد منها الشخص اللي هي بتربيه وبتعتبره في مقام ابنها. وبيكون توماس مقدر اللي هي فيه وبيفضل ساكت رغم وقاحتها معاه، وبيروح يدي عنوانه لمايكل وبيقول له يجي على العنوان ده لو هو عايز يشوف أمه، وبيسيبهم بعد كده وبيمشي. وبيرجع توماس لبولي وبيقول لها على اللي هو عرفه وعلى إن بنتها توفت، لكن بيحاول يواسيها ويطمنها إن هو عارف مكان ابنها وراح قبله كمان، لكن أسرته بالتبني مش هيرضوا يتخلوا عنه، وعلشان كده لازم يستنوا لما هو يكمل ال 18 سنة ويبقى شخص بالغ ويقدروا ساعتها ياخد قرار يعيش معاهم أو لأ. لكن بولي بتتعصب أول ما بتسمع الكلام ده وبتبقى زي المجنونة، لأنها بتعرف إن ابنها لسه عايش وبعيد عنها، وبتكون عايزة تعرف مكانه بأي شكل وتروح تاخده من الأسرة اللي اتبنته بالقوة. فبيحاول توماس يهديها من الحالة اللي هي فيها وبيفهمها إن اللي هي بتفكر فيه ده مش حل للمشكلة، لكن بولي بتتعصب زيادة وبتطلع المسدس وبتوجهه ناحية توماس وبتطلب منه يقول لها على مكان الأسرة اللي اتبنت ابنها. فبيقول لها توماس بمنتهى الهدوء إن لو هي قتلته مش هتعرف مكان ابنها نهائي، وبيحاول يهديها بأي شكل. وفعلا بتهدى بولي شوية وبتتملك أعصابها وبتسيبه وبتمشي. وبتعدي الأيام وفي يوم بتتفاجئ بولي بإن مايكل ابنها جاي لغاية عندها علشان يشوفها ويشوف أسرته الحقيقية بعد ما فكر في عرض توماس وقرر يجي يقابله من العنوان اللي سابهوله. وفي الأول بولي ما بتقدرش تتعرف عليه، لكن لما بيعرفها بنفسه الفرحة ما بتكونش سايعاها وبترحب بيه جدا وبتضيفه عندهم. وساعتها بيجي توماس واخواته وبيتعرفوا على مايكل وبيقعدوا معاه وبيقضوا وقت لطيف جدا. وبعد مرور كام يوم بيروح توماس للمفتش كامبل علشان يعرف منه تفاصيل المهمة اللي هو عايزه فيها، والمهمة دي بتكون عبارة عن قتل ضابط إنجليزي كبير في البلد. وبيفهموا كامبل إن الضابط ده ضابط فاسد، لكن هم مش قادرين يمسكوا عليه أي حاجة، علشان كده قرروا إن هم يقتلوه ويقضوا عليه بعيد عن القانون. ولكن علشان هو ضابط إنجليزي ويعتبر واحد منهم ما ينفعش هم اللي يعملوا كده أو حتى يظهروا في الصورة بأي شكل من الأشكال، وعلشان كده قرروا يتعاونوا مع توماس، لأن لو زعيم عصابة قتل ضابط الموضوع مش هيكون ملفت، وباختصار مفيش ناس كتير هتهتم بالموضوع، لأن وقتها كانت في مشاكل كتير بين الضباط وبين العصابات. ورغم إن المهمة دي بسيطة شوية ومش معقدة، لكن توماس بيكون رافضها في البداية، فبيحاول كامبل يقنعه بأي طريقة غير العنف، لأن هو هدده بالقتل قبل كده والقتل ما جابش معاه نتيجة. وبيقرر كامبل يوصلوا لاتفاق بهدوء، وفعلا بيعرض كامبل تسهيلات كتير لتوماس بخصوص تجارته في لندن. فلما بيعرف توماس ان شغله هيكبر وهيتوسع اضعاف بيغير رأيه وبيوافق على المهمة على طول. وبتعدي الايام وفي يوم توماس بيجمع اخواته وكل اسرته علشان يحتفلوا سوا، والاحتفال ده بيكون بمناسبة انضمام مايكل ابن بولي للعصابة بشكل رسمي وبقى خلاص واحد من البيكي بليندرز. وده بعد ما مايكل قرر يفضل معاهم وينضم لهم ويبقى واحد منهم ويسيب أسرته اللي اتبنته. وساعتها بيتجمعوا كلهم وبيستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بنشوف توماس وهو بيتكلم مع بولي وأرثر وبيكون محضر لهم مفاجأة، والمفاجأة دي إن هو هيوسع شغله وهيبدأ يشتغل في الخمور مع ألف زعيم العصابة اليهودية. فكلهم بيفرحوا لأنهم ما كانوش قادرين يشتغلوا في الخمور قبل كده، لكن حاليا وبسبب تعاونهم مع العصابة اليهودية هيقدروا يكبروا شغلهم أكتر. فبيتفقوا إن أرثر هو اللي يدير مجال الخمور دي مع ألف، وبتكون كل حاجة ماشية تمام مع البيكي بليندرز وبيبدأوا يتشهروا في كل حتة في لندن وبيكبروا تجارتهم. لكن المفاجأة إن في نفس الوقت ده بيروح سابيني زعيم العصابة الإيطالية يتكلم مع ألف، وبيكون سابيني رايح يتكلم معاه علشان يحلوا المشاكل اللي بينهم، وده بعد ما حس إن هو وعصابته في خطر بسبب وجود البيكي بليندرز. فبيقرر يرجع العلاقات مع العصابة اليهودية ويحل كل المشاكل اللي بينهم علشان يفضل موجود والبيكي بليندرز ما ياخدوش مكانه. وفي الأول بيكون ألف متمسك بموقفه وبيكون مش عاوز يتصالح مع سابيني وعصابته، ولكن سابيني بيعرض عليه فلوس ومشاريع كتير فبيغير رأيه وبيتصالحوا. وبيقرر ألف إن هو يتعاون مع سابيني ويخرجوا البيكي بليندرز من لندن. وتاني يوم بيروح أرثر يخلص شغل الخمور مع ألف، فبيتفاجئ إن ألف ورجالته بيغدروا بيهم
وساعتها ألفي ورجالته بيقتلوا واحد من أفراد البيكي بليندرز، وبعدها بيبلغوا الشرطة إن أرثر هو اللي قتل الشخص ده، وبيضربوه وبيكتفوه لحد ما الشرطة بتوصل وبتقبض عليه. وفي نفس الوقت ده بيكون كامبل راح هو ومجموعة من الجنود لبيت بولي علشان يقبضوا على مايكل ابنها، وده بعد ما كامبل لفق له تهمة علشان توماس لسه ما نفذش المهمة اللي هو طلبها منه. فلما بيعرف توماس بخبر القبض على مايكل بيروح يتكلم مع كامبل وبيكون متعصب، وبيقول له ان اللي حصل ده ما كانش جزء من الاتفاق. فبيقول له كامبل انه اتأخر على تنفيذ المهمة، وده برضه ما كانش جزء من الاتفاق. فبيحاول توماس يحسن موقفه، وبيعرفوا ان الضابط اللي هو طلب منه يقتله ده عليه حراسة شديدة، وهو محتاج يخطط وياخد وقت علشان يقدر يخلص عليه. فبيقول له كامبل ان هو مش مهتم بكل ده، وان هو عاوز يخلص المهمة دي في اسرع وقت، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع توماس للبيت بيعرف اللي حصل لأرثر هو كمان، وكمان بيعرف ان سابيني ورجالته تعاونوا مع العصابة اليهودية وطردوا كل افراد البيكي بليندرز من لندن. وبيكون توماس مصدوم ومش مصدق كمية المصايب اللي بتحصل ورا بعض. فبيقرر هنا ان هو يهدى ويتعامل مع كل مشكلة من المشاكل دي لوحدها علشان يقدر يحل كل المشاكل. لكن بولي ما بتكونش قادرة تهدى زيه، وكل اللي هاممها بيكون ابنها مايكل. فبتتعصب بولي على توماس علشان يلاقي حل ويطلع ابنها من السجن. فبيحاول توماس يهديها وبيقول لها ان هو هيخرج مايكل وارثر من السجن، وان هو هيحل مشاكل الشغل كلها، لكن هي لازم تستنى شوية وتسيب كل حاجة لوقتها. لكن بولي ما بتهتمش بكلامه وبتكون عايزة تخرج ابنها من السجن بأي تمن. وعلشان كده تاني يوم بتروح بولي تقابل كامبل وبتتكلم معاه وبتترجاه يخرج ابنها من السجن في مقابل أي حاجة يطلبها. فبيقرر هنا كامبل يستغل الوضع، رغم ان كامبل كان هيخرج ابنها من السجن بعد ما توماس هينفذ المهمة، لكن كامبل لقاها مستعدة تعمل أي حاجة. فبيقول لها كامبل ان هو هيخرج ابنها من السجن مقابل انه يتقرب منها ويقضي ليلة معاها. فاضطرت بولي ان هي توافق على عرضه. وتاني يوم بنشوف مايكل وهو خارج من السجن فعلا، وبيلاقي امه مستنياه عند البوابة، لكن مايكل بيكون متضايق منها ومش عايز يتكلم معاها ولا يشوفها، وده لان السجن كله عارف عملت ايه علشان كامبل يخرجه من السجن، وكل اللي في السجن كانوا بيتنمروا عليه وبيعايروه بامه. وبيسيبها مايكل وبيمشي وهو حزين ومحبط. وفي نفس الوقت ده بيبعت توماس رجالته علشان يفجروا بيت الضابط اللي المفروض توماس يقتله، لكن الانفجار بيكون قريب من البيت ومش بيقتل الضابط، وبالعكس بيخلي الضابط يحس بالخطر وبيتنقل لمكان تاني مؤمن اكتر وشديد الحراسة اكتر. ولما بيعرف كامبل بالخبر بيروح يقابل توماس وبيسأله عن اللي هو عمله. فبيقول له توماس ان هو فاهم دماغه من الاول وعارف مخططاته، وفاهم كويس ان هو كان عايز يقتل الضابط جوه بيته علشان بعدها يقبض عليه بتهمة قتل الضابط ويعدمه ويضرب عصفورين بحجر. لكن هو مش هينوله اللي هو عايزه، وهيقتل الضابط ده من غير ما يسيب وراه اي اثر. وبيعرفوا توماس ان في سباق كبير هيتعمل في المدينة، وان الضابط الانجليزي ده هيحضر السباق، وهو ناوي يستغل الزحمة والدوشة ويخلص عليه وقتها. وعلشان كده بيطلب منه يبعد الشرطة عن السباق وما يخليش اي حد يتدخل. فبيوافق كامبل وبيسيبه وبيمشي. والمفاجأة ان اللي بيكون عامل السباق ده هو سابيني وعصابته، وبيكون توماس هو كمان ناوي يضرب عصفورين بحجر، وده لان توماس عارف ان سابيني خان ألفي وضحك عليه، وان ألفي هو اكتر شخص خسر في كل اللي حصل. وعلشان كده توماس رجع علاقاته مع ألفي مرة تانية وتعاون معاه، واتفقوا هما الاتنين انهم يخلصوا على سابيني ورجالته. وده هيحصل اثناء السباق اللي سابيني هيعمله في المدينة، وان بعد ما يخلصوا على سابيني هيمضوا عقود رسمية تخليهم شركاء بشكل رسمي، لان العقود دي هتضمن لهم هما الاتنين ان هما يفضلوا شركاء ومش هيغدروا ببعض مرة تانية. والاهم من الشراكة ان توماس اتفق مع ألفي ان هو يخليه يسحب البلاغ اللي قدموه رجالته في أرثر. وبالفعل بيخرج أرثر من السجن وبيتم تبرئته من تهمة القتل بعد ما ألفي وعصابته سحبوا البلاغ اللي ضده. وبعد ما بيخرج أرثر بينضم لتوماس وباقي العصابة، وبيبدأوا كلهم يجهزوا نفسهم علشان يخلصوا على سابيني وعصابته. وبيطمنهم توماس ان المهمة هتكون سهلة، وان هم مش هيواجهوا اي صعوبة لان الشرطة مش هتتدخل، وده طبعا بسبب اتفاقه مع كامبل. وبالفعل بعد ما بيجهزوا نفسهم بيروحوا كلهم للسباق، وهناك توماس بيخلي واحدة ست تستدرج الضابط الانجليزي بعيد عن السباق علشان يقدر يقتله من غير ما حد يحس. وبالفعل بتستدرجه الست دي لبعيد، وساعتها بيروح له توماس وبيهجم عليه وبيبدأ يشتبكوا مع بعض.
وبعد قتال طويل بيقدر توماس يخلص عليه وبينفذ المهمة، وبعدها بيروح توماس يقعد مع سابيني، وفي نفس الوقت بيكون أرثر وباقي العصابة البيكي بليندرز بيخلصوا على رجالة سابيني، وبيفضل توماس يتكلم مع سابيني ويحكي له على اتفاقه مع ألفي وعلى إن هما الاتنين اتفقوا يقضوا عليه تماما. فبيتعصب سابيني وبيكون عايز يقتل توماس، لكن ما بيقدرش يعمل حاجة لأن الشرطة بتكون ملت المكان بعد ما الضابط الإنجليزي اتقتل. فبيعرض توماس على سابيني إن هو ياخد الباقي من رجالته ويمشي من لندن بهدوء بدل ما يقتلوهم ويخلصوا عليهم. فبيضطر سابيني إن هو يوافق على عرض توماس وياخد رجالته ويمشي بعد ما خسر كل حاجة. وفي نفس الوقت ده بيروح كامبل يطمن السلطات إن الضابط الإنجليزي اللي كان عايزين يخلصوا عليه اتقتل. فبيعتقد كامبل كده إن هو خلص مهمته وكل حاجة تمام، لكنه بيتفاجئ إن بولي جاية تقابله علشان تنتقم منه لأن هو استغلها، وبتضربه بولي بالنار وبتخلص عليه وبتمشي من المكان وهي فرحانة لأنها أخدت حقها وحق كل الأشخاص اللي كان بيظلمهم. وبيجي الليل والبيكي بليندرز بيتجمعوا كلهم في حانة أرثر بعد ما جددوها بعد التفجير اللي حصل فيها، وبيتجمعوا وبيحتفلوا إن هم خلاص قدروا يحققوا اللي كانوا بيحلموا بيه، وبيكونوا قدروا يسيطروا على نص مدينة لندن وبالاشتراك مع العصابة اليهودية، والصيت بتاعهم بيكبر أكتر وأكتر في البلد كلها. لكن كل ده بيبقى مقدمة للمواسم اللي جاية لأن في مفاجآت كتير في الموسم الثالث، وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل. وبكده يكون ملخصنا خلص. لايك للفيديو لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك معانا في قناة ملخصات فلامانكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة. وما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك والانستا والتيك توك، وصلي على النبي.